تسمعي هذاك بوصبع المبردة، غادي نقول لك كي دايره بلادك، وشوف مليح ورد عليا بلادك الجزائر الجديدة اللي مبهدلة اللي يكذبوا على عباد الله، بلاد الكذابة والسارقة. شوف كي غادي نوريك بلاد كي دايرة وتسمع وتشوف، اللي تهضر في المغرب اللي كنت تقول لها غادي تدوخ تما بلاد كي داير، وشوف واش غادي يكون في لوبيتال وغادي تشوف. يلا الله ينعم ما يحشم. وبعدوه مع السبيطار باش يبان السبيطار نظيف ومش مكتظ. فكي جا الوالي والمدير تاع الصحة تاع القطاع وجات السيدة حملاوي، واحد المرأة على اللايف على المباشر في قناة نهار صدمت وقالت له قالت لها يا سيدة يا سيد الوالي، قالت له ما كانش منها، الناس هذوما راهم خرجوهم مسحتوهم وخلوا لكم غير هذه المسرحية باش انتم تشوفوا كذا والهيه، نشوفوا واش صرا على المباشر. يا خالتي تفضل خويا المخرج. المدام راه يهدر، لا بيهدر هو سمحي لي خليه يهدر. إذا مشاهدينا كانت هذه الصور المباشرة من بلدية تنياوين، أين تنقلت إذن رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام. فوالا كما شفتوا يا خوتي تبهديلة على المباشر، قطعوا الصوت وما خلوش المرأة تهدر، الوالي ديجا ما خلاهاش تهدر. نعم ما نعرف يسمع فيا اخويا المخرج، اسمح لي انا اللي ما خلونيش نهدر تاع المغاربي. تما المرأة هذيك اخوتي ما خلوهاش تهدر، الوالي اصلا قاعد يقول لها اسكتي ما تهدريش، ما خلاهاش تتكلم، وقطعوها وقطعوا البث. هذا الفيديو في ذاتها يا خوتي غير موجودة في القناة، نحات خلاه من المباشر ونحاو كل هذه ليزيماج القليلة جدا داخل المستشفى. ونشكر صفحة الجزائر وما أدراك من الجزائر اللي قدروا يديروا لا كابتور وعاودوا نشرها. إلا أنه يا خوتي المرأة هذيك اللي تكلمت، وهذا هو كما يقولوا لب الحديث، المرأة اللي تكلمت دارت فيديو يا خوتي صوتي ولا سجلت الاوديو وتكلمت على الحادثة وشرحت للناس وعلاه قطعوها وما خلاهاش تتكلم، لأنها شافت الشيء ونشرها في الصفحة. نشوفوا مع بعضنا نكملوا القصة يا خوتي وش تقول هذه المرأة. تفضل خويا المخرج. أنا الصباح أنا اللي كنت حكيت مع الوالي في قناة النهار، قلت له راهم خرجوا مرضى ونقاو الحالة باه يستقبلوك انت. واش قال لي وسكتي. قلت له ما نسكتش راني جايه نهضر. قال لي انت شكون؟ قلت له انا الشعب المقهور، ما عندي قلت له حتى قرعت، مانيش خدامه لا في الدوله لا في البر، راني مواطن محقور، راهم خرجوا لي المرضى تاعي وخرجوا ياسر مرضى، فهمت؟ قال لي وقلت ها هو زيدان، قلت له ها هو لك زيدان مدير الصحه ولا؟ قال راها مسيطره على الحاله، وراه الحاله اللي مسيطره عليه. خرجوا لنا المرضى ونقاو السبيطار واستقبلوا الوالي، رحبوا به، نظفوا له الحاله، داروا له الفوايح واستقبلوه. والوالي في روحه ماهوش باغي يسمع الحقيقه، ماهوش باغي يسمعها، فهمت؟ وكباو لي الصوت نتاعي، فهمت؟ إلا باغيين تجوا هكا غير ما تجوش، خلوا لنا على الاقل مرضى راهم يتلقاو على الاقل السيروم ينهبط لهم السخانه ما بين يدير ربي تاوي. إلا زعما تجوا هكا ويخرجوهم لينا ويدير له انتكاس والواش هادشي على هادشي، ودرك راه الوزير جاي طريق والله اعلم يدير شي ولا كي صاحبه. شفتوا يا خالتي، هاي صورة مصغرة عن الجزائر الجديدة. عندنا كارثة، جايين في زيارة، طبعا جينا ننقلوا الحدث بس لا ما جيناش نحكيو على واش صاير، جينا ننقلوا للناس الاخرين باللي تو فا بيان. وحتى الانسان اللي حب يعبر يقطع صوته ما يخليوهش يتكلم. هاي المرأة قالت له ما جيت نقول لهم برك الحقيقة للوالي، حابة تفضحي الوالي مسكين. وما كانش زعما هذيك الحملاوي قالت له خلي يا سيد الوالي خلي نسمع لها، لا احنا كل داخلين في هذا لا ميزون سان، احنا كل ممثلين، دونك ما تجيش تفسد لنا السيناريو، كل مشاركين. ولكن الحمد لله يعني هذه المرأة ربما ما كانتش عارفة باللي صوتها سيسمع وننقلوه في المغاربية ولا الإخوة في الصفحة اللي قلنا على الجزائر وما أدراك من الجزائر تنشرها ولا كذا. لكن هاي يا خوتي هاي الحقيقة كيف تكشف.
الإعلام أصلا جاء باش يكفري، غلط دار على المباشر، المرأة هذيك فتحت ريكوبيريو الغلطة، بعديك المرأة هذيك زادت عاودت ريبوستات وقالت يا جماعة عيب، أنا هدرت مع الوالي وهدرت مع هذا زيدان هذا مدير الصحة تاعهم ولا مدير العيادة ولا المستشفى، وقلت له باللي راهم خرجوا الناس كي شافوكم خرجوا ونيتوايو ونقاو وباللي راهم يكذبوا، فقالت لي قطعوني والوالي قطعني والآخرين الكل سكتوا، واحد ما دافع عليا. فهذه هي الجزائر الجديدة، اكذب وغطي البير، خلي البير بغطاه، ولو الناس تموت ولو الناس في حالة في العوض نعالجوا المشكل، لا احنا خبي اسكت، خلي المشكل هذاك يبقى يدوم، ولكن استر باش ما نتفضحوش برك. والمضرور شكون فينالمون؟ المواطن، لانه المواطن كيما هكا الناس تقول تو فا بيان تو فا بيان، يروح المواطن تهنينا والوضعية تحكمنا فيها وتو فا بيان. هذه فقط يا خوتي باش تعرفوا. نرجع للمكالمات سيدي، نخليكم انتم اللي تكلموا وانتم اللي تعبروا، انا جوست حبيت نعطي لكم هذا لو بروميير ديتاي وبعد نشوفوا وحايد اخرين. اذا كان مكالمات خويا المخرج، معنا خونا ابو عبد السلام من بالعباس. السلام عليكم. واش تنقول لك، الاقتصاد الجزائر وخيرات الجزائر ماشي محميه، على بالك يلصي كما تيقول تورين كما حسين سعود، على بالك الجزائر فيها قنبله نوويه، على بالك وهم يربحوا في العيب. الدبلوماسيه الجزائريه تربح العيب مع المالي مع المغرب مع ليبيا، على بالك لو كان كيصير شي حاجه تماتيك، على بالك واش التكنولوجيا دوك تطورت بزاف، على بالك واش صرا في ايران واش صرا في لبنان، في وجههم يطرطق تاكيواكي الاخر البيجر هذاك، على بالك شي خطير. الناس ديك التكنولوجيا راحت بعيد بعيد بعيد، وفي الجزائر مازالهم راقدين، في الجزائر مازالهم راقدين. هذاك الجوفرنمون تاع الجزائر هذاك، خاطر التكنولوجيا ما كانش في الجزائر. الله يجعل خير، الله يجعل خير، الله يجعل خير. لازم يعاود يوليو اللور، والتبون يقول خليه يخدم، ما يعرفش يخدم السيد. il savent pas travailler le monsieur. يا ولع البليس، هذا راح يدخل الجزائر هذيك في ازمه كبيره. شوف الدينار راح، المرض، الخدمه ما كاش، المجاعه، السرقه، الخطفه، اللف، كل واحد كيفاش هو يدير تما في البلاد هذيك. والله يجعل خير عليكم يا حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا ليك، شكرا ليك، ربي يستر. نعم. عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الداخلية الأسبق ضحوا ولد قبلية 91 عاما رئيسا للجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية. ضحوا ولد قبلية وقد تجاوز 90 من العمر، ينتشل من الماضي ليشرع للمستقبل. تعيين وزير الداخلية الأسبق أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية وسخطا أكبر في نقاشات الجزائريين. ولد قبلية في 4 مايو 33 900 وألف بطنجة المغربية، والتحق بالثورة الجزائرية عام 56 ليصبح أحد عناصر الماج. مامي من قسنطينة. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخوي العزيز، مرحبا بك. عليك خويا الخير. لاباس، شكرا كي اتصلت بنا. لا الجزائر الجديدة، من الجزائر الجديدة إلى المنتصرة، ضحوا ولد قابلية 91 سنة، عادي نورمال. خلق في طنجة، خلق في طنجة خويا مامي. على بالي أو دوك نوصلوا ليها. على لي جاني مساكنها حارقة، لي جان الصغار عادوا حتى بالعائلات يحرقوا. تا واحد القناة نتاعهم يا تلقاهم يهضروا على زوج مواضيع، يا المغرب يا يحكيو على الجيش. تما عاد عندهم مرض اسمه المغرب. وسما الناس اللي يموتوا في الصحراء ما يهمهمش، كيما قالت لنا المخلوقه هذيك، ما يهمهمش كون تموت الصحراء كامله عادي نورمال. ما سما الناس عايشه في كوكب واحد اخر. الناس اللي خافين في عمره 80 سنه راح يمرض لك هو بالبلاد وما على بالوش هو كيكمل في وقته. الناس مريضه بالقنطه، الناس عاد تترحم على ايامات العصابه، مش ايامات بوتفليقه، ايامات العصابه. قلت لكم غير تكون غير قالت العصابه. الجزائر من الاسوأ الى الاسوأ، نظام عسكري متهالك وراح يقتلنا بكل بالقنطه. كيشوف مع تبون تقنع، كيشوف تبون تقنع. هذه هي الجزائر المنتصره تاع الصح، والله الجزائر منتصره تاع الصح. المستعان خويا لطفي، المستعان. وما تلقى ما تعبر. والسلام عليكم. بالخير. شكرا. لكم طعام هنايا
حسبنا نتاع التلقيح، للأسف ماشي نتاع التلقيح، غير بناوه باش يريحوا فيه هنايا وخلاص. ما كان مازلنا نشوفوش الحالة تطور. حسبنا نتاع التلقيح على للشباب، للأسف. سمحوا لي على الفيديو اللي درتو.